السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. الناس كلها تبحث عن السعادة. منا اللي بيضيع عمره كله في عمل على ظنا منه أن المال هو الأمان له، وأن السعادة في المال. ومنا من يظن أن السعادة في الزوجة، السعادة في البيت، السعادة في العربية، السعادة في الأولاد. لكن الله سبحانه وتعالى هو صانعك. ولله المثل الأعلى. لو رحت مثلا لشركة زي شركة أي شركة لأجهزة كهربية، بتقول لك خد بالك الجهاز ده اوعى تحطه في المكان كذا، وده معاه ضمان سنة، بس خارج العيوب اللي ناتجة عنك، ان انت اللي حطيته في مكان الغلط فتسبب عنه العطل ما انت تتحمله. انما لو الصنعة نفسها اللي انا صنعها بايدي حصل فيها اي حاجة، انا المسؤول عنها. ولله المثل الاعلى. الله هو الذي خلق الانسان، انت صنع الله. يعلم ايه اللي هيتعبك وايه اللي يريحك، ويعلم سعادتك هتكون فين. باختصار شديد، السعادة والامان مع الله، لان الله سبحانه وتعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والدليل على ذلك أن أجمل امرأة في العالم انتحرت، أغنى رجل في العالم انتحر. إنما أفقر إنسان يعيش مع الله هو عايش بسعادة لو علمها الملوك لبرزوه عليها. يبقى الشاهد من الأمر، السعادة التي تبحث عنها هي في طريق الله، فالزم هذا الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله.